واحد من شهر شعبان يمحي لك كل اللي انت عملته من شعبان اللي فات. شهر شعبان اعرف ان دي المحطة الأخيرة والجولة الأخيرة اللي تصلح فيها العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. شهر شعبان يا جماعة 365 يوم عدوا، بوظنا فيهم، عصينا ربنا فيهم، ارتكبنا المحرمات، ابتعدنا عن الطاعات. في شهر شعبان نقدر نصلح كل اللي أفسدناه في الماضي. شهر واحد، بل ربما يوم واحد من شهر شعبان يمحي لك كل اللي انت عملته من شعبان اللي فات. واللي علمنا كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى كده ناخد شوية أسرار من شهر شعبان كما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع رقم واحد بعد ما توحد الواحد. أنا دايما بقول كده إن شهر شعبان ده هو، شفت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه؟ ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. الدهر العمر اللي احنا عايشينه، هات سنة من السنين اللي انت عشتها من شعبان اللي فات لحد شعبان اللي دخل ده، ربنا عز وجل أنعم عليك في السنة دي كلها بنفحات. نفحات يعني فرص، فرص يعني هدايا، هدايا يعني كروت ربنا بيديها لك تصلح فيها العلاقة مع ربنا. زي ايه؟ أول حاجة بعد شهر شعبان بيجي لك ايه؟ رمضان، شهر الغفران، شهر العبادة، هدى للناس، بينات من الهدى والفرقان. تلاقيه يوم 30 رمضان يقول لك رمضان راح وما ختمتش ختم، رمضان راح وما صليتش غير فرضين بس في التراويح، رمضان راح وما اعرفش ايه، رمضان راح رمضان راح رمضان راح وراح عليه شهر رمضان. تخش شوية كمان تلاقي ربنا يديك يقول لك ايه؟ خد لك 6 من شوال، لو صمتهم اكنك صمت السنة كلها. شوال خلص وما صمتش ولا يوم من ال6. تدخل شوية كمان تلاقي نفسك دخلت في شهر ذي الحجة، تلاقي خدت أول 10 أيام من شهر ذي الحجة قال عنهم رسول الله أفضل أيام الدنيا 10 إيه؟ ذي الحجة، أكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتسبيح. ضيعت 10 ذي الحجة، طب وبعدين؟ تلاقي نفسك دخلت على سنة جديدة، شهر الله المحرم، شهر من أشهر الله الحرم. تلاقي نفسك دخلت على عاشوراء، تلاقي نفسك دخلت على أيام كتيرة جدا ربنا عز وجل بيديك فيها فرص، منها غفران الذنوب ومنها استجابة الدعوات ومنها ليلة القدر ومنها يوم عرفة. فرص كتيرة جدا دي في خلال السنة. آخر كارت معاك وآخر فرصة معاك شهر شعبان.